عادات جديدة لازم نلتزم بيها ولازم نكتسبها في السنة الجديدة عشان نغير نظرتنا للحياة شوية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. انا علياء ودي قناتي. لو اول مره تشوف القناه يا ريت تضغط على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تضغطي لي لايك فضلا وليس امرا. النهارده هنتكلم على عادات لازم نلتزم بيها ونغير فيها من حياتنا في السنه الجديده. اول حاجه من العادات دي ان احنا لازم نقوي علاقتنا بربنا. إزاي؟ يعني لو كنتِ بتصلّي تزوّدي من صلاتِك، تزوّدي صلاة قيام الليل. لو كنتِ ب ب بتقرأي وِرد من القرآن لازم تزوّدي شوية من الوِرد بتاعِك. الأذكار الصباح والمساء لازم تلتزمي بيها. حُطّي لنفسِك أهداف أنتِ عايزة تعمليها. بتنسي الصدقة حاولي تفكّري نفسِك بيها وتطلّعي الصدقة. أي حاجة تقرّبِك من ربنا، أي حاجة تخلّيكِ ت تعيشي مرتاحة نفسيًا. يعني أنتِ لمّا بتطلّعي صدقة بتعيشي مرتاحة نفسيًا. لمّا تقرأي القرآن تحسّي إن أنتِ ارتحتِ نفسيًا. فأي حاجة تقرّبِك من ربنا اعمليها. تقرّبي من ربنا هتبُصّي تلاقي ربنا يعني باعت لِك المدد من عنده. تمام. حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ ت ت تقرّبي من ربنا في كل حاجة، في كلامِك، في علاقاتِك مع الناس، في أي حاجة. تمام. دي أول حاجة، إن إحنا لازم نقوّي علاقتنا بربنا جدًا. تاني حاجة الالتزام بسورة البقرة. دي أنا حاطاها في بند لوحدها لأن أنا هاحاول ألتزم بيها. أنا شخصيًا مش ملتزمة بيها أوي، أو مع ضغط اليوم واليوم كله. يعني لمّا يكون في بيبي صغير بتحسي إن الدنيا متلخبطة معاكِ. أيام بتنامي كويس وأيام لأ كده. تمام. لكن أنا هاحاول ألزم نفسي بيها لأن أنتِ أصلًا لمّا تقريها هتحسي براحة نفسية كبيرة. اتمني اللي أنتِ عايزاه. يعني اقري سورة البقرة واتمني اللي أنتِ عايزاه وإن شاء الله ربنا هيحقق لِك كل اللي أنتِ عايزاه. تالت حاجة ودي مهمة جدًا برضه، إن أنتِ اهتمي بنفسِك أوي. بُصّوا الحاجات دي أنا كاتباها لنفسي الأولًا، وبعدين بقى قُلت أنزّلها بفيديو. لإن أنا باكلّم نفسي الأول، اهتم بنفسي أوي. لإن الواحد مع الشغل البيت ومع الولاد ومع الدنيا يعني كده، بتحسّي نفسِك إن أنتِ مش مهتمية أوي بنفسِك، أو مش هي دي المرحلة اللي أنتِ محتاجاها. تمام. فأنا برضه هالزم نفسي بالاهتمام بنفسي. اهتمي بنفسِك ولو حاجة بسيطة. يعني لو عادات بسيطة كده بتدوّري فيها على الاهتمام بالنفس يا ريت. اعملي ماسك لنفسِك. امسك اشتري غسول جديد. اشتري لنفسِك أي حاجة ت ت يعني تخلّيكِ تهتمي بنفسِك زيادة. اقعدي مع ناس يعني بتهتم بنفسها فيخلّوكِ أنتِ آآ تتشجّعي أكتر. تمام. رابع حاجة ودي أهم حاجة، إن أنتِ تبعدي عن الناس المؤذية. الناس اللي هي وهي بتكلّمِك في نُص الكلام تروح مدّياكِ كلمة كده مش حلوة، أو ممكن تشتم في نُص الكلام، أو ممكن ت ت تملاكِ طاقة سلبية بطريقة غير مباشرة، أو ممكن تكون مثلًا مش حابة لِك الخير، أو أحيانًا بتضغط عليكِ في حاجات أنتِ نَفْسِك آآ بتحسّي نفسِك إن أنتِ مضغوطة معاها. تمام. الناس دي ابعدي عنيها على طول. يعني لو كنتِ خايفة إن أنتِ تاخدي قرار إن أنتِ تبعدي عنها، لأ ابعدي عنها عشان خاطر بعدين هيحصل موقف هيخلّيكِ أنتِ غصبٍ عنِّك تبعدي عنها. تمام. أو ممكن تحصل موقف فهي أصلًا تكون استكفت منِّك ومن استغلالِك وكده يعني. ممكن هي اللي تبعد شوية. بس يعني حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ اللي تكسري الموضوع ده، إن أنتِ تحددي العلاقة بينِك وبينها. تمام. الناس المؤذية دي ابعدي عنها خالص. الناس المؤذية دي هي اللي يعني بتدمر نفسيتِك، بتدمر حياتِك. تمام. الناس المؤذية دي يعني وفي وسط الكلام اللي يقول لِك في وسط الكلام أنتِ مش عارفة إيه، أنتِ إيه، أنتِ إيه. عايزة أقول لِك الهزار أساسًا بيكون من جوّه القلب. تمام. مش باهزر اللي هو اللي في مش بيقولوا اللي في قلبِك على لسانِك. أحيانًا الهزار ده أساسًا دليل على اللي جوّه قلب الواحد. فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تتخلّصي من الناس دي، من الناس المؤذية اللي هي ما يعني بتحاول على قد ما تقدر إنها تدمّرِك. تمام. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فأنتِ ابعدي عنها. تمام. الناس دي بتلاقيها في حاجات كتير. بتلاقيها في الجيران، بتلاقيها في الأصحاب، بتلاقيها في أماكن كتير. أنتِ حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تحيّدي العلاقة بينِك وبينهم. تمام. حاولي على قد ما تقدري كمان إن أنتِ صباح الخير، صباح النور.
تمام، يعني ما تنساقيش وراهم أوي. تمام، ودي نصيحة ليّا أنا الأول. تمام، عشان من واقع تجربتي في 2023، فعايزة 2024 إن شاء الله وأتعلم. يعني رابع حاجة أتعلم أقول لأ، أو خامس حاجة أتعلم أقول لأ. أتعلم أقول لأ على أي حد يقول لِك كلمة وحشة. اتعلمي تقولي لأ على أي حد يحطِّك في وضع، يعني اللي هو أنتِ مش فاضية لحاجة، وفي نفس الوقت هم عايزين منِّك حاجة. لأ، ما تجيش على نفسِك عشان خاطر الناس. ما كده ما فيش حد بيقدّر في الآخر. أنتِ حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تشوفي نفسِك أنتِ وتدلّعي نفسِك أنتِ، وت وزي ما الناس بتاخد منِّك، أنتِ خدي من الناس. فاهماني؟ أو عايزة يعني خلّيها لوجه الله، بس ما تخلّيش حد يضغط عليكِ نفسيًا. ما تخلّيش حد يضغط عليكِ نفسيًا. ما تخلّيش حد يحطِّك في مواقف اللي هو أنا عايزة أخلّص، يعني اللي هو أنا مضغوطة. فاهماني؟ وتطلّعي الطاقة السلبية دي في الآخر على ولادِك وعلى بيتِك. في ناس كده، في ناس بتحدف في وشِّك الطاقة السلبية عشان خاطر أنتِ ت ت بتأثّري بعدين في شغل البيت، بتأثّري بعدين مع ولادِك، بتأثّري بعدين مع أي حاجة. الناس المؤذية دي هتلاقيها في كل مكان، وتلاقي منها كتير أوي، أوي. فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تبعدي عنهم، وتحاولي تقولي لأ. تحاولي تقولي لأ للناس دي. تتعلمي وتدرّبي نَفْسِك إن أنتِ تقولي لأ للناس. يعني لأ أنا مش هاعمل ده دلوقتي. لأ أنا مش يعني وأنتِ تحددي المواعيد. تحددي المواعيد اللي أنتِ ت ت ت تقابليهم. تحددي المواعيد تنهي العلاقة بينهم. تحددي المواعيد تنهي المقابلة نَفْسها. تمام. فأنتِ حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تعملي كده. دي في 2024 أنا هاحاول ألزم بيها نَفْسي. تمام، أول حاجة. خامس حاجة، اقري كتير. اقري كتير. يعني حاولي على قد ما تقدري كل يوم حتى ولو صفحة من أي كتاب بتفصلي. يعني أنا عن نفسي في آخر 2023 لمّا بدأت أقرأ يعني كتير. حتى لو صفحة كل يوم، بس خلاص في اللي هو قاعدة مع نفسي بروقان. آآ حتى لو يعني الولاد حواليّا، بس برضه اللي هو دماغي في الكتاب. تمام. حاولي على قد ما تقدري تعملي الموضوع ده، هيفرق أوي معاكِ. الكتب موجودة في كل مكان. نزّلي كتب على النت، نزّلي كتب زي ما بتقعدي على الفيس وبتقعدي على اليوتيوب. اقعدي مع نفسِك صفحة كده في كتاب. اقري الكتب اللي أنتِ عايزاها، كتب في أي مجال من المجالات. أنا لمّا بطّلت أقرا بصراحة الدنيا حسّيت نفسي إن أنا تُهت بعدين. فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تعملي الموضوع ده. آآ سابع حاجة، حبّي نَفْسِك. حبّي نَفْسِك ودلّعيها. اشتري لنَفْسِك حاجات. اشتري لنَفْسِك كتاب وملفوف لَفّة هدية. اشتري لنَفْسِك حاجة جديدة خاصة بيكِ أنتِ، مش حاجة خاصة بالبيت كُلّه أو الشقة كُلّها. لأ، حاجة خاصة بيكِ أنتِ. حاجة ت ت تجيبيها لنَفْسِك أنتِ. تمام، مش للبيت كُلّه. والحاجات دي موجودة يعني في أمهات ومنهم أنا برضه، إن أنا بانسى نفسي، اللي هو أشتري كل حاجة للولاد، حُبًا في الولاد طبعًا. تمام. فباشتري كل حاجة للولاد، أو أدوّر على أي حاجة ناقصة في الشقة وأجيبها. زي ما بتهتم بالمطبخ، بنهتم بالبيت، بنهتم بأي حاجة. لازم نهتم بنفسنا. لازم نجيب حاجة نستعملها إحنا بس. عشان تقدري تدّي وتقدري تحبّي اللي حواليكِ. حاولي تحبّي نفسِك. تمام. ودي برضه من الحاجات اللي هي بتخلّي الناس حواليكِ تستغلِّك. اللي هو أنا كل حاجة للولاد، كل حاجة للبيت، كل حاجة للجيران، كل حاجة للأقارب. تمام. دوّري على نفسِك أنتِ الأول. تمام. مش هاقول أنانية وحبّي نفسِك أوي يعني. لأ، اللي هو حبّي نفسِك بس. آآ اهتمي بيها ودلّعيها زي ما بتدلّعي الناس اللي حواليكِ. زي ما بتحبي تقولي كلمة حلوة للناس اللي حواليكِ، قوليها لنفسِك. زي ما بتحبي تطبطبي على الناس وتدوّري لهم على حِجَج وأعذار. اعملي كده لنفسِك. مش لازم نفسِك، يعني اللي هو أنتِ فاشلة. أنتِ وتاخدي برضه كلام من الناس، اللي هو أنتِ فاشلة، أنتِ على ما تُفرج، أنتِ مش عارفة إيه، أنتِ إيه. لأ. حاولي على قد ما تقدري تحبي نفسِك. تلاقي نفسِك أعذار. ت ت تدوّري لنفسِك على على
على صحبة كويسة تقويكي وتاخد بإيدك وتسندك وتخليكي تتغيري للأحسن. تمام. ما تدوريش ابدا على الناس اللي هي المؤذيه، اللي هي تقلل منك وتقلل من طريقتك مع اولادك، وتقلل من الكلام ده. لا، دوري على الناس اللي هي تقويكي، اللي هي وتصبرك وتصبري نفسك انت كمان. انت كمان خدي خدي بايدك خدي بايدك في السنه 2024. تمام. عشان خاطر تتغيري. خلاص الايام بتمر والعمر بيمر. لازم تتغيري انت من جواك عشان يبان عليك التغيير. تمام. لازم من جوه نغير نفسنا، ننظف نفسنا جدا 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 من كل العادات القديمه اللي احنا مكتسبينها. طبعا انت مش هتقدري تغيري العادات القديمه دي في يوم وليلة. لا، بس لازم نتدرب. لازم تدوري على اليوتيوب، تدوري على جوجل، تدوري على اي حاجة نحل بيها المشاكل بتاعتنا كلها. لازم التغيير يكون نابع من جواكي. تمام. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.